قلت لك ايه انا قلت لك ايه انا طب اسمع بقى. انا عارف انك ممكن تكون فاكرني بهزر، بس استنى، النهارده يوم عالمي من فينيسيوس جونيور وما تسالنيش ازاي. المدريدي الاصيل تاخد منه كلمه مترجمه وراه فينيسيوس جونيور نجم الشوط الاول وهيبقى نجم المباراه. خلصنا هزار وخلصنا ضحك، ممكن نتكلم كلمتين بجد. شابي الونسو نزل بدور المجموعات في الثلاث ماتشات، لعب بثلاث تشكيلات وثلاث تكتيكات مختلفه. الماتش ده زي ما انت شايف كده 4-3-3 برضه. هتقولي طب ايه المختلف؟ احب اقول لك ان المنظر ده في الملعب هو المنظر اللي تشابي الونسو كان عايز ينفذه من قبل ما يجي، المنظر اللي كان عايز ينفذه مع وجود روديجير، واخيرا رجع روديجير عشان نشوفه بيلعب كميال للباك اليمين شويه عشان ترينت الكسندر ارنولد يزيد، والشاب فران جارسيا برضو يزيد، تشاوميني ينزل يسقط كمدافع ثالث في النص وسط هاوسن وروديجير. دي الخطه اللي كانت بتلعب بيها الشوط الاول. الله اعلم هتتغير الشوط الثاني ولا لا، بس انا شايف لحد دلوقتي ان هي ممتازه ومتوازنه دفاعيا وهجوميا بشكل جميل جدا لحد دلوقتي. ولكن اللي ينقصها حاجتين. الحاجه الاولى وهو عدم تاقلم ترينت لحد دلوقتي. مش بقول ان هو لاعب وحش، ولكن هو بيتردد في قرارات كتير جدا قدام في الهجوم، يبقى ساعات كتير جدا لعيب فاتح له وبيتحرك له صح، وترينت بيقرر ان هو يرجع الباص لورا ويعتذر له ويقول له انا شفتك متاخر. فدي حاجه عاديه وهتيجي مع الوقت، والكيمستري ما بينه وما بين زمايله برضه هتيجي مع الوقت. ولكن اللي مش عادي من وجهه نظري الشاب جارسيا، هو لعيب كويس ومجتهد والله العظيم على عيني وعلى راسي، بس انا اسف في الكلمه يا جماعه، هي دي امكانياته. الراجل مجتهد، الراجل بيعمل اللي عليه، بس هو ما عندوش اي حاجه تانية يقدمها. هو لاعب افريج، لاعب دي امكانياته، ما عندوش اكتر من الحاجه الاخيره. عايز تشوفني بطبل، عايز تشوفني ببالغ، الراجل ده انا خلصت فيك كل الكلام، وانا للمره التانية بقولها انا بتفرج على ماتش النهارده عشان اتفرج على الهوس.